دي النتيجة الطبيعية. في بداية الماتش أول ما تم الإعلان عن التشكيل قلنا سيف جعفر ما يبدأش، عمرو نصر ما يبدأش، سيف الجزيري يبدأ، أي حد في نص الملعب غير سيف جعفر هيبقى خط وسط الأهلي متفوق على الزمالك. لعيبة الأهلي يعني أول ما يجي جون في الزمالك هيحصل ده. طيب الزمالك كان عنده أخطاء فنية جوه الملعب من قبل الماتش. كان تشكيل بدأ بأحمد عبد الرؤوف مش انا شايف انه مش صح، وقلت انه مش صح بدليل ان هو في بدايه الشوط الثاني عدل الملعب بثلاث تبديلات. الثلاث تبديلات دول انت كنت وفرتهم، يعني انت ما شاركتش عدي الدباغ. انت لو كنت بدات بسيف الجزيري او عدي الدباغ الشوط الثاني هتنزل بواحد فيهم مكان الثاني او تنزل بالاثنين، يبقى عندك فعاليه هجوميه وكسبت مركز. لو بدات باحمد حمدي مكان سيف جعفر كنت وفرت تبديل. تمام. لو تبديل محمد اسماعيل طبعا اصابه باين، هو يعني رابط رجله وتعور وبتاع فتمام. بس لو حسام عبد المجيد عنده قدره انه يبدا، ما بداش بيه الشوط الاولاني ليه؟ طب خوان بيزيرا حتى لو هو مصاب وهيلعب بمسكنات ما بداتش بيه ليه؟ على الاقل تطلع الشوط الاولاني 0-0 او تعرف تخطف جون او تعمل اي حاجه تاجل الدنيا شويه. انما انت تنزل الناس دي بعد ما تكون الدنيا خربت ولبست جون وفنيا اتكشفت ولعيبه الاهلي فيها فرقت عنك، خسرت الماتش ده بتاع احمد عبد الرؤوف. البطوله دي بتاعت احمد عبد الرؤوف، يشيل الماتش ده كامل مكمل، هو صاحب المسؤوليه الاولى والاخيره عن خساره الزمالك من الاهلي. زيزو احسن لاعب في الماتش، كان بيلعب الاهلي الزمالك لوحده، عمل كل حاجه في الكوره. ما وقفتوش للشوط الثاني، باين من الشوط الاول ان هو مركز ونازل يعمل جيم. الشوط الثاني حد اي حد مع زيزو ما تسيبوش. شيكو بنزا مصمم تلعب بيه شمال، مش فاهمها برضه. طب ما تجيبه على عدلته يمين ولا تشوف اي حكايه يعني. لا، الماتش مستفز، يعني الزمالك ما لعبش والاهلي ما لعبش بالمستوى اللي يكسب 2-0 برضه. يعني الاهلي برضه المستوى اللي لعبه ما يكسبش 2-0. سيف الجزيري نزل عمل شكل للهجوم، عمرو ناصر مش موجود. نلخص بقى الحدوته دي كلها في ايه؟ في المشروع جون ادوارد. يا باشا انت ايه اللي انت عملته بقى جديد بقى؟ جون ادوارد اللي اخذ عمولات رايح جاي وفقا للعقد من الصفقات، اللي عمل لجان، اللي عمل حاشيه، اللي عمل حكايات وروايات. فين بقى النتيجه؟ خسران من الاهلي ماتشين في شهر ولا في شهر ونص، خسران بطوله، الدوري راجع فيه، الكونفدراليه مفيش امل، مدرب يعني ما يعلم به الا ربنا اللي جبته في الاولاني، ويا عالم هتعرف تجيب مدرب تاني ولا لا. لعيبه ليها فلوس، لعيبه ليها مستحقات، ايقاف قيد. ما شاء الله. لو فعلا بقى عايزين نحسب ان جون ادوارد نجح، يبقى نجح في الفشل اللي كان عامله في فاركو. انتوا شفتوا اداره الزمالك شافت ان في فشل عظيم اتعمل في فاركو مع جون ادوارد ومع عمرو ناصر ومع شريف ومع المدرب الحراس اللي جايبه ومع مش عارف ايه، فقررتوا تطبقوا المشروع ده على الزمالك. لو انتوا ده لو ده قصدكم الفشل كان عاجبكم في فاركو فقررتوه في الزمالك، عايزين تكرروه في الزمالك، فالحمد لله جون ادوارد نجح. جون ادوارد نجح ان ينقل الفشل الكامل اللي كان في فاركو تحت ايده نقلوا الزمالك. اللي يزعل من الكلام يزعل، اللجان تظهر، الناس اللي بترزق من ورا المشروع تظهر، اللي مش عاجبه الكلام ده يخبط دماغه في الحيط. انا اسف بقى، اللي مش عاجبه الكلام ده براحته. اخر حاجه، كابتن هشام نصر، انت واقف بتسلم على لعيبه الزمالك وهم بيستلموا ميداليات وانت قرفان منهم وهم مش عارفينك، حتى مش عارف تقول لهم كلمه عدله. هارد لك، معلش عملت حتى لو ما عملش اللي عليه. لو العكس، واحنا ياما شفنا مراسم تتويج، احنا مش جايين لك امبارح الصبح بنتابع كوره امبارح الصبح، ياما شفنا مراسم تتويج الفرقه الخسرانه لو في مسؤول منها واقف على المنصه، معلش يا ابني يا حبيبي، معلش تتعوض، هارد لك هارد لك هارد لك، تبقى ماشيه كده وانت بتسلم عليهم. ايه يا عم، هو انت عارفهم؟ هم عارفينك؟ انا ما اعرفش في ايه. منظومه تستحق درجه الفشل او تستحق الفشل
بدرجة امتياز، ممتازين في الفشل. الزمالك لو استمر على كده أنا كنت بقول هينافس تالت رابع خامس، يبقى بركة من عند ربك. أحد نجوم نادي الزمالك القدامى كان بيتكلم معايا من أسبوع، قال لي إحنا ممكن ما نلحقش السبعة الأولانيين في الدوري ونلعب على 14 الهبوط. ربنا يستر.